السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة مقصوصة دي اللي هي الصغيرة، وهنعمل معاها بطاطس محمرة، وهنعمل كبدة اللي هي الكبدة العصافيري. انا حاطة المكرونة اهي تتسلق، المية غليت ورحت حاطة المكرونة. هنا حطيت شوية زيت وحطيت التوم اهو يتحمر، واحط عليه الصلصة عشان لما المكرونه تخلص هنا اشطفها واقوم كب عليها الصلصه. البطاطس اهي انا مقشراها، ودي الصلصه مطلعاها اهي تفك، حطها في الميه تفك. اما نيجي نحمر ان شاء الله البطاطس هوريها لكم. ودي الكبده اهي حطها تفك، عصرت عليها ليمون وحطها تفك من التلج. فاصل ونواصل. التومه احمرت، حطيت اهو الصلصه تتسبك بقى. مكرونه اهي سلقت خلاص، اما القطه تتسبك بقى ارمي عليها احط عليها الطماطم. بصوا يا حبايبي، دي التوابل: فلفل اسمر وكمون وماجي وملح. هنحطهم بقى على الصلصه. خلاص كده الصلصه قربت تتسبك، ما نيجي نحطها على المكرونه هوريها لكم. البطاطس اهي يا حبايبي حطيناها تتحمر، وادي البصلايه عملناها للكبده هتدبل بس كده. نحط عليها الفلفل وبعدين نحط الكبده، بعدين نحط معلقه ثوم مفروم ان شاء الله. حطينا يا حبايبي الكبده اهي على البصل، هنسيبها بقى تاخد وتدي كده وتشرب من البصل. هنحط لها بقى التوابل. حطيت الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر اهو، وحطيت معلقه ثوم صغيره، حطيت معلقه فلفل صغيره. هي خلاص كده خلصت، ما بتاخدش سوا اصلا. بتاع البطاطس اهي، تعالى شوفها. خلاص يا حبايبي الكبده خلاص خلصت اهي وطفينا. هحط بقى المكرونه، احط الصلصه على المكرونه. الكبده اهي يا حبايبي، طبق سلطه اهو، طبق بطاطس محمره، ودي المكرونه. لو عجبكم الاكل ده ما تنسونوش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم حبايبي.